والله أسوأ حاجة يعملها أي إنسان في حق نفسه هو إن يذل نفسه لبني آدم زيه بالظبط. والله دي أكتر حاجة أنا بشوفها في الجلسات، ناس بتذل نفسها وتبوس رجل الشخص اللي معاها عشان ما يسيبوش. انت تعرف ان دي اصلا من الكبائر عند ربنا؟ الناس مفكره ان الكبائر زنا وسرقه وقتل. لا، الكبائر هو انك تتذل لحد غير ربنا، ان ربنا يبقى مكرمك ومعليك، ولقد كرمنا بني ادم، وانت عمال تذل نفسك لبني ادم انه يفضل معاك وتعمل افعال مشينه مهينه علشان تخليه يفضل. الناس اللي بتذل نفسها هي ما بتاخدش بالها اصلا ان هو بيسقط في نظر اللي قدامه ما بيشوفوش كبير وبرضه بيسيبه. يعني اسالوا اللي اتذلوا للناس كده هيقول لك وبرضه سابني في الاخر. بعد ما اتذلل له سابه، وبعد ما يسيبه يبتدي يجي شعور الانتقام عشان سابني. كله عك في عك. فاوعى توصل نفسك ابدا لانك تتذل لشخص عشان يكمل معاك وهو مش عايز يكمل. اصل هي مش بالعافيه، العلاقات ما فيهاش عافيه انك تخلي شخص عايز يمشي ان هو يقعد. مش هيقعد والله، لانه هو واخد القرار من قبل كده. ففوق لنفسك وما تخضعش وما تخشعش وما تركعش الا لله.